السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على يعني اشهر اسباب لآلام الركبة. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. اول حاجة بس عشان نعرف الاسباب ازاي بنفكر فيها ازاي. التشريح بتاع الركبة دي الفخذ، ده الفخذ وده الساق، اسفل الفخذ مع الساق مع الصابونة دي الركبة. طيب العظم ده سواء كان اسفل الفخذ او اعلى الساق او الصابونه متغطي بقرقوشه، ده غضروف. واعلى الساق متغطي بغضروف هلالي، يبقى انا في عندي غضروف متبطن للعظم نفسه وغضروف مبطن على شكل هلال، مبطن اعلى الساق ما بين الساق، مخدتين ما بين الساق والفخذ، ده فوق القرقوشه بتاعت الساق، يعني في قرقوشه للساق وبعد كده فوقيها الغضروف الهلالي. طيب وفي رباط صليبي امامي وخلفي، اللي هو الاثنين دول هم صليبي لان هم بيكروس بعض. طيب وفي اربطه داخليه واربطه خارجيه، وفي عضلات اماميه. احنا هنا باصين على الركبه من قدام من الجنب، هنا من قدام، يعني دي الصابونه اهي في وشنا، هنا الصابونه بقت في الجنب، ففي عضلات اماميه وعضلات خلفيه. كل حاجه من الحاجات ديت لما بتتعب بشكل معين بتدي ألم. خلاص يا جماعه؟ فاحنا عندنا الاسباب كتيره لو هنعدها سوا، دي الاسباب المشهوره. التمزقات بقى في الاصابات زي الصليب الامامي والخلفي والاربطه الجانبيه والداخليه، او ان الصابونه تخلع، دي في الاصابات، او الغضروف الهلالي الداخلي او الخارجي يقطع، يبقى في اصابه. طيب الغضاريف اللي متغطيه على سطح المفصل نفسها اللي احنا قلنا القراقيش، يعني يتدمر فيها جزء حته منها فتعمل قرحه، او تنسلخ من على العظمه، او كلها تبقى تعبانه فتعمل لي الخشونه، المنظر الاساسي بتاع الخشونه. طيب اشهر الاوتار اللي يحصل لها التهابات اللي هي ايه؟ اللي هي الوتر اللي هو اسفل الصابونه مكان ما بنسجد، والعظمه اللي تحت الوتر اسمه اسجد سلاتر، دي ساعات بيحصل فيهم التهابات، مركز نمو هو. طيب وفي التهابات في المفاصل عموما، زي مثلا جزء من الروماتولوجي، وفي جزء من الروماتولوجي دوت هو بيبقى الهدف الرئيسي من زيارتك لدكتور العظم ان ما يبقاش فيه شق جراحي في الموضوع، او الاملاح، ودي نادره جدا جدا في الركبه، نادره جدا. طيب التهابات الغشاء السماوي دي احنا هنعمل لها حلقه لوحدها. وقلنا ايه؟ عدم استقرار الصابونه. طيب طبعا الاشعاعات بنبقى ايه بعد التشخيص، بعد ما بنعمل التشخيص الاكلينيكي بنبقى في معظم الحالات محتاجين اشعاعات. طيب بالذات لو هيبقى فيه قرار جراحي. طيب بالنسبه للصليب الامامي انا عايزك تبقى فاهم فيه حاجه واحده يا جماعه. الصليب مفيش حاجه صليبي اسمها صليبي امامي او خلفي في 60 سنه، فما ينفعش حضرتك تيجي تقول لي 60 سنه وعامل لي رنين، بتضيع وقتك على الفاضي. انا مش هاخد قرار بموضوع المناظير او حاجات من هذا القبيل في السن حتى 50 سنه ولا 45 سنه بالنسبه للمجتمعات بتاعتنا، الا لو كان في حد رياضي. لو في حد رياضي هيبقى الكلام مختلف. طيب وطبعا ما فيش حد رياضي 60 سنه، يعني الموضوع مش موضوع 60 سنه رياضي، يعني انا بتكلم على واحد اكل عيشه الرياضه. طيب احسن حاجه في اللي هو عنده خيانه، هو حقيقه الرباط الصليبي ما بيعملش قلب، واحنا لما بنعمل عمليه للرباط الصليبي ما بنقولوش عشان القلب. احنا لما بيبقى فيه الرباط الصليبي بيبقى ساعات مع اصابات مع الغضاريف هي اللي بتبقى مصدر للالم، مش الرباط الصليبي. وطبعا لما بيتثبت او بيتعاد بناء الرباط الصليبي فتتثبت الركبه، طبعا بتبقى درجه الالم بتهدى شويه. الخلفي نفس النظام، بس التفكير في المنظار بيقل. اقصد ان هو بيمشي تحفظي الرباط الصليبي،
الخلفي. الرباط الصليبي الخلفي اللي هو ده اللي بيبقى محتاج ما فيش فيه كلام، لو يعني بقى منشأه من العظمة مخلوع ومرفوع فده بيتثبت. طيب الغضروف بتاع الركبة، غضروف الركبة اللي هو الهلالي، غضروف الهلالي في السن الصغير طبعا هو 90% منه تحفظي، بس هو لو مقطوع ومقلوب وفي السن الصغير طبعا بيبقى محتاج خياطة. لو في السن الكبير ومهري بيبقى بيتعمل له تهذيب، ده في حالة ان مفيش استجابة للعلاج التحفظي. طيب خلع الصابونة دي طبعا من احد الاصابات ان تحصل مشكلة فالصابونة تتخلع من مكانها، وفي الحقيقة يعني التفكير الاولي ان لما يبقى الخلع ده للمرة الاولى احنا بيتعالج تحفظي. لو اتكرر الخلع اكتر من مرة بتبقى التدخل الجراحي فيه احسن. احنا بنخش بالمنظار وبنثبت بخطاطيف ونعيد بناء رباط عشان يمسك الحته دي هنا. احنا شرحنا طبعا الكلام ده كله بالتفصيل، احنا بنلم بس في المحاضره دي. طب تيبس الركبه هو في الحقيقه نتيجه لاي مشكله قديمه، مش لوحده كده نام صحي الا فيما نظر. بالنسبه يعني لاشهر الحاجات زي مثلا كسور الفخذ، يحصل بعد كسر في الفخذ وحصل فيه مشاكل كتير وقعد فتره طويله، او بعض العمليات في بعض الاجسام المفاصل بتاعتها بتبقى عايزه تتيبس بسرعه. فارجوك ما تاخرش الدنيا قوي. في واحد بيقول لك انا بقالي 3 سنين، طب حضرتك يعني 3 سنين ده رقم كبير قوي. وانت خفيت امتى؟ بقى ربنا كرمني بعد مثلا 8 شهور. طب وفين انت السنتين دول؟ بعد ال8 شهور كتير برضه، لان الركبه حقيقي بتبقى تعبانه. طيب التيبس طريقه التفكير فيه اقل من 3 شهور ده عموما، واكتر من 3 شهور. اقل من 3 شهور بنستمر في العلاج الطبيعي، اكتر من 3 شهور هتبتدي تستخير في المنظار عشان يتفك التيبسات. طبعا بتبقى نتائجها هايله، كل ما بتبقى بدري كل ما بتبقى النتائج هايله، كل ما بتاخر كل ما النتائج بتقل. طيب تقوس الركبه واحد من ضمن اشهر اسباب الالام بتاعه الركبه. هتلاقي بنت او ولد 20 سنه 25 سنه والتقوس عالي قوي سواء لجوه او لبره. برضه لو سمحت ما تاخرش، لان كل دوت بيعمل هدر على الغضاريف اللي هي القراقيش والغضروف الهلالي. طيب الخشونه عند الركبه، المصطلح بتاع خشونه الركبه عند الشباب مختلف تماما عن الكبار يا جماعه. ده مصطلح عام المقصود بيه ان حصل مثلا رباط صليبي والركبه بتخون وانت سايبها، بتبقى الركبه كلها بتنقح. كل ما هتسيبها كل ما هيبقى الهدر فيها اكتر. احنا زي ما بنقول ان في حالات كتيره، بنقول 90% من الحالات بتتعالج تحفظي، بس في 10% بيبقى محتاج جراحي. فحضرتك الهدف من السلايد ان انا اقول لك ما تاخرش، ما انت مادام موجوع يبقى في مشكله، وكل ما بتاخر كل ما المشكله بتكبر وبتبقى نتائج التدخلات بعد كده اقل. فاذا في الم في اعراض يبقى حضرتك محتاج تتدخل بانك تفحص، مش بس تعتمد على المسكن. فلو سمحت ما تتاخرش عشان نعرف نفيدك. ده شكل من اشكال الخشونه، الغضروف السالخ ده اللي هو ايه؟ حته من القرقوشه يا جماعه، حته من القرقوشه فاصل، ودوت علاجها يعني برضو اتكلمنا فيه بالتفصيل على حسب حجمه، وكل ما يبقى غير مستقر كل ما يبقى السن اكبر فبيبقى محتاج التدخل اكتر، كل ما يبقى السن اصغر والحجم اصغر كل ما بيبقى غالبا العيان ده بيخف لوحده. طيب ده المنظر الكلاسيك بتاع الخشونه، خشونه شديده. قلنا ازاي تاخد قرارك في موضوع الخشونه. طبعا الخشونه اللي هي خشونه المقصود بيها الخشونه اللي دارجه على لسان الناس اللي هي السن الكبير يا جماعه، اللي عاده بتبقى في السن الكبير.
اللي هو 55 وانت طالع، والركبه الاشعه بتاعتها متدمره، الالم ما بينيمنيش بالليل ومش قادر ادي وظائف حياتي اليوميه، ساعتها بستخير في تركيب المفصل، بيبقى هايل فيها. اي حاجه اقل من كده ما بتبقاش هايل، لانه ما بيبقاش حاسس ان في فرق. اللي ما يعرفش ينام ليله بيعرف ينام ليله، اللي مش عارف يتحرك بيتحرك، طبعا بيتحرك. يعني احنا لو قلنا ان حصل في المفصل مشكله واللي هي وارده في اي مكان، زي مثلا الالتهابات الجسم ودي نسبتها بتوصل لغايه 2%، الجسم مش قادر يتفاعل مع المفصل، برضه بيقول انا استفدت. طيب الكيس الزلالي دوت، هو يا جماعه الكيس الزلالي ده عرض من اعراض الخشونه الشديده. يعني يعني الضغط جوه الركبه بتصغر، فالضغط بتاعها بيزيد، فبيفلق في اضعف حته بتبقى خلف الركبه، اللي هو الكيس اللي ورا دوت ما بنعملوش حاجه الا لو كبر واتحبس. يعني هنا ما بقاش رايح جاي، بقى اتحبس، فبقى ضاغط على الركبه جامد قوي من ورا، فبنضطر يبقى في تدخل، سواء كان بقى شفط، سواء كان استئصال، سواء كان منظار بصرف النظر. يعني اتمنى ان انا اكون كده وضحت لكم الدنيا. صحة حضراتكم تهمني.